السلام عليكم اخواني، كيفكم؟ ان شاء الله بخير. آه، جهزنا هلا سيد جديد، السيد مجاوز. نزلنا باخر فيديو كمان، وبالاضافة الى اكثر من 60 صوت. اصوات في منا جديدة وفي منا قديمة، بس هن للعزف كثير كويسين هالاصوات هين. ونزلنا كمان 3 ايقاعات، بس على طول مثل كل مرة بنقول كل ايقاع بتشغلوه وتضيفوا على الايقاع من هون. كل ايقاع بنزله انا بضيف عليه من هون مؤثرات أكثر، يعني بنضاف شي حلو للإيقاع. ثاني شي يا إخواني، مثل كل مرة بنقول ما في دعم للقناة، ما في تفاعل. يعني عم نزل سيتات ما عم نلاقي تفاعل طاول. طبعا أنا مو إنه هدفي أستفيد شي من القناة. نحن هون عنا بسوريا يعني ما بنستفيد أي شي من كل هالقصة. كل ما هنالك إنه من شي 3 سنين، يمكن أول ما نزل هالبرنامج، على ما أظن أول ما نزل البرنامج أول 2016، كان في أحد القنوات منزل سيت حلو كان. يعني كل المشتركين كانوا يطلبوا منه سيتات، وما كان يعطي لحدا. يحلفوه يخليه لكل والده ما بعرف شو، ما كان يرضي حدا، ما يعطي لحدا سيتات. وأنا من بعدها، بعد ما اشتغلت شوي على السيتات اللي عندي، بلشت أنشر السيتات اللي عندي، مو بهدف إني غاية أستفيد أي شيء. يعني عندنا هون بسوريا ما بنستفيد أي شيء، حتى عندنا هون بسوريا يعني هلا الأوضاع ما بنعرف بكرة إيش بده يصير معنا. كل ما هنالك شيء اللي بنساويه بنحب نشاركه مع كل الأخوة، يتسلوا يعزفوا يتعلموا. هذا هو كل القصة. ما في داعي للتعليقات، كل واحد يجيني بتعليق شكل ليش ما تنزل السيت أوقات. يعني بكون قاعد لحالي عم بعزف، نزلت ليش تنزل إذا ما تنزل معه السيت؟ ليش منزل هالمقطع الفيديو؟ يعني تقول كان القناة له أنا شغال عنه. لا يا حبيبي، أنا أيمت ما بدي بنزل، بس أوقات بلاقي حالي فاضي بشتغل بصنع سيت بنزله. هي كل القصة بقى. ما حدا يعني يغلط بالحكي معنا، يعني نحن ما بنغضب حدا، وما حدا قدي بفترة قصيرة كثير نزل سيتات على القناة. بتحدى أي قناة منزل مثلي أنا سيتات بفترة أقل من شهرين، شهرين ونص منزل سيتات. هلا في بعض المشتركين بيقولوا إيه عم ندعمك نحن هيك. يا أخي مو قصة الندعم، كل ما هنالك ما بدنا حدا يغلط بالقناة عنا، على أي حدا، مو بس إنه علي أنا. هلا ما نطول كثير، خلينا نشوف مع بعض محتويات السيت. تابعوا الفيديو للأخير مشان تعرفوا شلون بدكم تستخدموا السيت.